انت عايز تبقى طيب في رواية احدهم، فتبص تلاقي نفسك عبيط في روايتهم كلهم. ليه بقى؟ لاني واحدة من ضمن الصفات المهمة جدا عند اي حد شاطر او ناجح انه يكون عنده حاجة اسمها assertiveness، الحسم، انه يكون assertive. وانا دايما بقولها في فيديوهاتي، بس النهارده هفصصها لك، يعني هفهمك يعني ايه assertiveness. بص، كلمة assertive يعني الشخصية الحاسمة، اللي يعرف يعبر ويقول هو عايز ايه بالظبط. راجل عارف يقول وجهة نظره، عارف يقول احتياجاته، عارف يقول انا لا ما بحبش السينما، لا انا هتفرج على الماتش، لا انا هخرج كذا، لا انا عايز كذا. يعرف يقول، يعرف يواجه الناس. لغة الجسد عنده قوية، بيبص في الاي كونتاكت، الاي كونتاكت بتاعه كويس جدا قدام الناس. فتلاقيه شخصية عارفة كويس قوي هو عاوز ايه، وفي نفس الوقت بيحترم وجهات النظر الناس التانية او النيدز بتاعتها. ده اسمه شخصية assertive، شخصية حاسمة، شخصية عندها القدرة انها تقول لا لما يكون الحاجة مش مناسبة ليها. يقول لك لا والله ما مش هقدر اخرج النهارده، مش هقدر اروح السينما. لاني في 3 انواع من الشخصيات، منهم الشخصيه الحاسمه اللي احنا عايزين نوصل لها، لكن في شخصيتين كمان. واحده بتبقى باسيف، شخصيه سلبيه. يعني ايه سلبي؟ يعني سايب نفسه للناس، اللي تشوفوه اللي عايزين تعملوه ما فيش مشكله عندي، نلغي السينما خليها مش عارف ايه اللي تتفقوا عليه. ده شخصيه سلبيه. لغه الجسد عنده ضعيفه جدا، والاي كونتاكت عنده ضعيف، وصوته ضعيف، ودايما سايب نفسه للناس. في شخصيه ثالثه كده اللي هي الشخصيه العنيفه بقى، اللي هي الشخصيه الاجريسيف، اللي هو بيبص على اللي هو عاوزه وطز في اي حد تاني. مش فارق معايا، انا رايح، عايز تيجي معايا تعالى، مش عايز تيجي براحتك. فتلاقيه دايما عايز يسيطر، وتلاقي لغه الجسد عنده قويه جدا جدا وحاده، وتلاقيه عايز يعمل اللي في دماغه وخلاص. طيب انا برضه استفيد من ده في البيزنس ازاي؟ بص، انت علشان تبقى شخصيه ناجحه لازم تكون حاسم. حاسم يعني عندك القدره على انك تطلب اللي انت عايزه بلا تردد وبلا خوف. يكون عندك قدره على المواجهه، بتقول لا ده ما يناسبني. تعال اديك امثله كده في الايه، في البيع او في البيزنس عموما. يعني انت النهارده قاعد مع عميل، العميل طلب مبالغ فيه جدا. طيب انت متاكد ان الطلب ده مش هيتوافق عليه. الشخصيه الاسيرتيف هي اللي بتقول للعميل صدقني ده مش مستحيل ينفع، ده ما اقدرش اعمله، ده يترفض تماما من الشركه عندي، لان ده هيبقى يعدي البادجت بتاعنا بشكل كبير. ده الشخصيه الحاسمه. لكن الشخصيه اللي عندها لو اسيرتيفنس او باسيف، هيقول للعميل طيب معلش اديني فرصه، اديني وقت ارجع لمديري وارجع لشركتي واسالهم وارجع لك. يا عم ما انت عارف انه هترفض، خايف تواجه الراجل ليه؟ خايف تواجه العميل ليه؟ فالشخصيه الحاسمه دي لازم تكون جزء من شخصيتك، وفي نفس الوقت يكون عندك القدره على الطلب. يعني مثلا انت وصلت عميل لمرحله معينه في الكلوز وخلاص هنقفل الديل، فالعميل بيقول لك تحب نعمل ايه، ولا هنعمل ايه الفتره اللي جايه ولا كده. في واحد يقول لك اللي تشوفه، اللي حضرتك شايفه، خد وقتك. كل ده كلام باسف، ما ينفعش معانا في البيزنس. اللي ينفع انا عايز ديل بمليون جنيه، انا عايز ابقى نمبر 1 عند حضرتك، انا عايز 100,000 يونت. حاسم وعارف هو عايز ايه. فالشخصيه الحاسمه ذكيه جدا جدا، فاهم احتياجاته، بيعرف يعبر عنها كويس للي قدامه، بيتفهم النيدز بتاعت الناس التانية اللي حواليه، وبالتالي بيطلع بديلات ذكيه جدا. لكن الباسيف رامي كله على اللي قدامه، حتى العميل اللي تشوفه خد وقتك، الله المستعان براحتنا. الشخصيه الاجريسيف عنيفه جدا، لانه ما بيبصش على احتياجات العميل ولا بيقدر ظروفه، هو عايز يقول اللي في دماغه وخلاص، وياخد الاوردر اللي هو عايزه ويديه اللي هو عايزه وخلاص. وده برضه شخصيه سيئه جدا جدا. السؤال بقى المهم، انت ازاي تعلي الاسيرتيفنس عندك، او تعلي الحسم عندك؟ ازاي تطوره؟ ازاي تتنقل من شخصيه باسيف لشخصيه اسيرتيف؟ اول حاجه عايزك تفهم انك عشان ترضي كل الناس، لو هي دي قناعتك فدي حاجه مستحيله. يعني لو انت ماشي بتقول اللي تشوفوه واللي انتوا عايزينه وانا معاكم، وفاكر نفسك كده رضيت المجتمع اللي حواليك، فانا عايز اقول لك ان انت غلطان، لان الناس عمرها ما هترضى عنك. يبقى اول حاجه غير قناعتك في انك ترضي كل الناس. انا ارضي بما يتناسب مع النيدز بتاعتي، الباقيين هيزعلوا والله ما اقدرش اعمل لهم حاجه. دي اسمها الحسم في المواضيع. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا جدا، اتعلم امتى تقول لا لما يكون عندك نيدز متعرض عليه. واحد انت قاعد تشتغل على مكتبك وجاي زميل ولا زميله عايز يفضفض وعايز يحكي لك، فانت مكسوف منه فسايب شغلك ومكسوف منه ومضطر تجريه، وانت عندك شغل دماغك كلها في الشغل عايز تخلص اللي وراك. والله وعمل ايه امبارح وتحكي ومكسوف تقول له. الشخصيه الحاسمه اللي يقول معلش يا احمد اديني نص ساعه اكون خلصت اللي ورايا وافضلك كده يا معلم، ونقعد نتكلم براحتنا وناخد وندي في الموضوع ده، بس لازم اسلم البروجكت ده دلوقتي،
ده الشخصيه الحاسمه. قدر يواجه احمد بطلبه، قدر يواجه ان هو عنده شغل وبزنس وحاجات لازم تخلص في خلال النص ساعه اللي جايه، وبالتالي ما عندوش خوف او تردد في انه يعبر عن اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت هرضيك واسمع منك بس لما الوقت يناسبني. الحسم يا جماعه صفه مهمه جدا جدا جدا، لازم تطورها عندك. افهم احتياجاتك والنيدز بتاعتك، اتعلم امتى تقول لا، ارفع لغه الجسد ويبقى عندك قدره على الاي كونتاكت والمواجهه القويه والصوت القوي اللي بيعبر عنك، وما تحاولش ترضي كل الناس علشان دي مستحيل تحصل. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.